إزاي منعت أهلي من السفر واتقبض عليهم بتهمة النصب؟ من أول ما بدأت أوعى على الدنيا وأنا عبء، بابا كان بيقول لي كده من غير ما ينطقها، وماما كانت بتأكدها بنظرتها. وأنا عندي 5 سنين سمعت أول مرة كلمة أنتي غلطة. وقتها ما كنتش فاهمة معناها، بس كنت حاسة بالخوف. كبرت شوية وفهمت. الخناقات كانت بتنتهي بنفس المشهد: أنا مستخبية في السرير بعيط من غير صوت، وهم بره بيتكلموا قد إيه حياتهم كانت هتبقى أحسن لو أنا مش موجودة. ما كانوش بيصرفوا عليا، كنت بروح المدرسة من غير أكل، وآكل من بواقي زمايلي أو من الزبالة. ولا مرة حسسوني إني بنتهم. أول يوم بعد التخرج مشيت، لا سلام ولا دموع ولا حتى سؤال رايحة فين. 6 سنين كاملين بحاول أصلح اللي اتكسر جوايا، أتعلم أحب نفسي وأقتنع إني أستاهل. وبعدين قابلت كونر، أول إنسان يسألني أنتي حاسة بإيه؟ حبني بصدق وتقدم لي. نزلت الخبر أونلاين، أمي شافته وسكتت. قبل الفرح بأسبوعين التليفون رن، رقمها: 8 سنين قطيعة. رديت، عياط، اعتذار، ندم، وبعدين الجملة اللي استنيتها طول عمري: عايزين نصلح اللي فات، البيت هدية ليكي. صدقت، وقعت. 4 شهور رجعوني طفلة تاني، حضن، هدايا، عزومات، تمثيل متقن. كنت فاكرة إن ربنا عوضني، لحد ما التليفون رن: ضرايب، قروض، إنذارات رسمية. دخلت على سجلات العقار والصدمة نزلت عليا تقيلة. البيت اللي هدهولي عليه 3 قروض عقارية، 8 سنين ضرايب وغرامات، المجموع 450 ألف دولار، وكلهم باسمي أنا. اتصلت بيهم، اختفوا. رحت بيتهم، فاضي. الجارة قالت مشوا على المطار من شوية. ساعتها بس فهمت، ما كانوش رجعوا علشاني، رجعوا يهربوا. بس المرة دي ما كنتيش لوحدك. كونر من عيلة محامين، العقد نصب صريح، منع سفر فوري. في المطار شفتهم متكلبشين. أمي بصت لي برجاء: قولي لهم غلطة. قلت بهدوء: 400 ألف دولار. سكتوا. المحامي قال: الديون عليهم والمعاش اتحجز. وأنا ماشية قلت آخر كلمة: اللي زرعتوه فيا زمان بتحصدوه دلوقتي.